طيب انا من موقعي هنا بطالب بتحليل منشطات للعيبه الارجنتين، ومش تحليل منشطات في امريكا تحت 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 قياده الفيفا، لا، تحليل منشطات هنا في معمل الفا اللي في الحي العاشر مدينه نصر. معمل الفا اللي في الحي العاشر مدينه نصر، انا عايز تحليل منشطات فيه، اشوف لا مؤاخذه كده عينه البول بتاعت كل لاعب منهم وهي داخله تتحلل. حقي. ما هو مش منطقي ما هو مش منطقي ما هو مش منطقي. لعيبه لعبه، تعالى كده بالعقل. الكلام ده كله في كام يوم؟ ما كملناش شهر. 90 دقيقه ماتش الجزائر، هو نفس السكواد، ما بيغيرش في التشكيله. 90 دقيقه ماتش الجزائر، 90 دقيقه ماتش الاردن، 90 دقيقه ماتش النمسا، 120 دقيقه كاف فيردي. ماتش مصر كسر ال 105 دقيقه بالوقت الضايع. ماتش سويسرا 120. النهارده لعيبه الارجنتين في الدقيقه 80 حاجه، وقبل الدقيقه 80 حاجه تانية خالص. بتجيبوا الصحه دي منين؟ بتجيبوا الصحه دي منين يا كفره؟ بتجيبوها منين؟ بتجيبوا الصحه دي منين؟ انت بتجيب الصحه دي منين لما تبقى لاعب كل الدقايق دي في بطوله كل 3 4 ايام ماتش، وتيجي في الدقيقه 80 الباور بيضرب 1000 كده من الدقيقه 80 لحد ما الحكم ما بيصفر بقى. انتوا بتجروا جري، ما جريتوش في 80 دقيقه اللي في اول الماتش. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بتاخدوا؟ ايه بتضربوا؟ ايه بتضربوا؟ ايه بتضربوا؟ ايه بتضربوا؟ ايه بتضربوا؟ ايه